تحياتي. النهاردة هنعمل صوابع زينب، حلويات شرقية جميلة جدا، والحقيقة تسلم ايد زينب اللي عرفتنا على الوصفة دي. مكوناتها عبارة عن 1.5 كوباية دقيق أبيض، ومعلقتين زيت، والتلت كوباية سميد، وربع كوباية سمن بحرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الخميرة، وذرة ملح، وشوية مية للعجن. واحدة واحدة كده هنحط، يعني مثلا ممكن دي خدت مني نص كوباية مية. على مهلكوا خالص، بنلم العجينة بس مش بنعجنها عشان ما تعضمش معانا. مجرد انها اتلمت خلاص بنسيبها تختمر، بنغطي عليها نسيبها فترة ساعة او اكتر حسب حرارة الجو اللي عندك. وبعد ما بتختمر بناخد بقى قطعة قطعة، وبنجيب بقى نبتدي نشكلها. ممكن تشكليها على مبشرة البصل، ولكن انا هشكلها على بصامة الكحك، بتدي نتيجة احلى من المبشرة. هنجيب كده قطعة صغيرة على قد الصباع اللي احنا عايزين نعمله. كل ما كانت رفيعة كل ما كانت القرمشة بتاعتها احلى. زي ما انتوا شايفين كده هنفردها، وبعدين هنكورها عليها كأننا بنعمل رغيف فينو، وبحيث ان يكون مجوف من النص كده، فيه هوا من النص. بعدين هنحمرها في زيت غزير ساخن في الاول، وبعد كده نوطي عليه ويبقى وسط. بعد ما اتخمرت حمرناها اهي. وبعدين هنجيب شربات العسل، بيكون تقيل وهكتب لكم مقاديره بالظبط في صندوق الوصف، بيكون ساقع. بتخرج على طول الصوابع الزينب سخنة، والعسل ساقع عشان تمتصها. بياخدوا الاتنين من بعض كده، بنسيبها 30 ثانية وبعد كده بنقدمها. وزي ما انتوا شايفين جميلة جدا، مقرمشة ومن جوه مستوية ومفيهاش اي حاجة من العجينة. مقادير حلوة قوي، واتمنى ان الوصفة تعجبكم.